جدا. نيجي بقى دلوقتي للحاجات اللي ما عجبتنيش قوي في فيلمنا النهارده. اول حاجه هي النهايه المتوقعه بزياده، واللي بتكون عارفها من وانت لسه بتتفرج على اعلان الفيلم اساسا. انا عارف ومقدر انه فيلم خفيف ومش مطلوب منه يكون فيه تويستات فظيعه يعني، ولكن برضه لو كان في نهايه مش متوقعه قوي كده كان ممكن ياخد الفيلم لمستوى مختلف تماما. من اكتر الحاجات اللي ضايقتني في فيلمنا النهارده بقى هو الطريقه اللي معمول بيها التريلر. بجد انت لو بتعمل اعلان لفيلمك عشان تقول للناس يا جماعه الفيلم ده وحش محدش يجيه، مش هيكون وحش قوي كده فعلا. وطبعا بوستر رديء جدا، ما يليقش انه يبقى بوستر فيلم فيه اسماء كبيره زي اللي شغاله في الفيلم النهارده، ولا فيلم الناس الجديده هينزل على يوتيوب بس. حتى والله الدعايه هي نص نجاح اي عمل، بلاش استخسار ها. وفي النهايه احب اقول لك ان فيلم تسليم اهالي فيلم لطيف جدا ومناسب للمشاهده العائليه نوعا ما يعني، مش اللي هتخرج منه ميت من الضحك، ولكنه يظل يستحق ثمن تذكرة السينما. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهارده من بتاع حوارات. وبما ان بقى في حلقتين ثابتين اسبوعيا الاثنين والخميس الساعة 8 من كل اسبوع، فانت لازم